السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا هتقولوا لي ما ظهرتش من زمان وجاية بايدك فيها كركبة وحاجات كتير. لا طبعا انا والله كان عندي ظروف في حاجات كده، بس يا رب ما يكتبها على حد. دلوقتي بقى قلت اول حاجة هبدأها معاكم في روتينات او تجهيزات العيد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الاضحى. طبعا ما عادش كتير عن العيد وكده، وقلت اول حاجه ابدا فيها هي ملابس الاطفال بتوعي. وطبعا زي ما انتم شايفين الفيديو مفتوح عليهم النهارده، ومن كتر فرحتهم بالملابس قالوا لازم نطلع معاكي الفيديو ده. تمام. ثانيه واحده بس هنشوف الكاميرا شغاله ولا لا، ونوريكم الاكياس او الكراكيب اللي احنا فيها دي فيها ايه، ويا رب تكون الحاجه عجبتكم. هاي بس ثانيه ده بتاعي. طبعا احنا لقينا الكاميرا شغاله كويس، وكنت هبدا الفيديو من اول وجديد لو ما لقيتهاش شغاله كويس وكده، بس لقيناها الحمد لله على ما يرام. طبعا انا اصلا ما بحبش اظهر كتير في الفتره الاخيره ديت، لان نفر عن احراج او كده، يعني مش عارفه اوصلها لكم ازاي. طبعا رحمه اول طقم فتحتها اهوت، هو الطقم بتاعها قدامكم. امبارح يعني كان الجو مطر شديد، ما تعرفيش ان كنت في صيف ولا في شتاء. طبعا كنت عايزه اصور لكم كمان المطر هنا في الريف، بس الكسل والكلام ده والبعد عن التصوير بقالي فتره. رجعت قلت يعني يوم ما هرجع بالمطر. كان قبل المطر امبارح بيوم نزلت المنصوره كان الجو نار جدا. بقول لك انتوا ما انتش عارفين احنا كنا في صيف ولا في شتاء. دلوقتي بقى هوريكم الهدوم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وطبعا هقول لكم سعر كل حاجه، اسعار. انا جايبه الهدوم من المنصوره شارع العباسي ومن عدن برضو، يعني لفات كده. خدت الجوله من الساعه 11 لما للساعه 4:30 العصر، بس الحمد لله يعني اتممنا مهنئنا وجبنا الحاجات اللي تعجبنا. طبعا انا لسه ما جبتش لنفسي حاجه خالص، كل اللي فكرت فيه البنات والزوج. مش اكتر من كده. هنوريكم الهدوم وهنقول لكم على السعر اللي انا فاكراه فيها، ويا رب اكون فاكره كل الاسعار. تمام. اول حاجه هنبدا بها هدوم الابله رحمه. جايبه لها الشورت دوت. طبعا انا لو قلت لكم اضربوا مثل دلوقتي على الاسعار، في الاسعار والغلا اللي احنا فيه دوت، ربنا يطلعنا منها على خير في الاسعار والحاجات، سواء اسعار اكل شرب ملابس اي حاجه، كل حاجه غاليه حوالينا. دلوقتي بقى هنوريكم طقم رحمه. الشورت دوت جايباه ومش من محل، من على فرش في الشارع كده. وطبعا مش جايبه الحاجات التقيله جدا، لان احنا يعني العيد تقريبا هيطلع في الصيف، فاحنا هنوريه لكم. هو انا قست عليه اول ما جينا على طول، اول امبارح يعني فات على الهدوم ديت في الشقه يومين، والنهارده الثالث، بس كسل التصوير هو اللي جايبنا كده. هو دوت انا قايساه عليها على مقاسها بالظبط. وطبعا هنبقى نصور في العيد، مش هنبقى زي كل عيد من غير تصوير، وهتشوفوه عليه. تمام. وجبت عليه البلوزه دي. بلوزة حلوة قوي. البلوزه جميله جدا. اي نعم انا جايبه الحاجات بكم، بس الحاجات خفيفه جدا. اهي مش عارفه هي هتبقى واضحه لكم ولا ايه. اهي هي بنظام كورنيش كده وكم، بس الكم خفيف يعني شفاف اهو، يعني ممكن ايديا تبان من جواه. اهي والقمشات تحفه. طبعا هي البلوزه من محل مش من الفرش زي البنطلون، وعلى مقاسها برضو وجميله جدا. طبعا البلوزه ديت اهي خفيفه، وممكن اشمرها لها هنا كمان، ارفع لها كم بتبقى 3/4. وده الشورت. البلوزه سعرها 130. طبعا الاسعار جميله جدا. دي كمان بتاعتي بكورناشين، ومن على الدراع او الكتاف برضو كرانيش ورا وقدام. ممكن تربط الحبال ديت وممكن لا. وعلى الشورت وبرضك اللون اللي هو البينك في الشورت. تمام. اللون البينك في الشورت. تعالوا بقى هنوريكم اللطقم اللي بعده. تعالوا يا رحمة.
بردك من على الفرش، طبعا هم اول مره يظهروا معايا في التصوير وكده، فمعلش هيفضلوا يلعبوا وهيتنزحوا، بس احنا مع بعض. طبعا من على نفس الفرش اللي انا جايبه من عليه الشورت الجينز ب 85 جنيه من على الفرش. لو بتجيبي من اي محل مش هيدولك اقل من 150 180 يعني في الاسعار دي. تمام. بردك من على نفس الفرش جبت البلوستين ديت شبه بعض، يعني اللي يختلفهم في الرسمه وبس اللي هي ديت، وانا عارفه ان ديت تقريبا مشمع وهيطلع مع الغسيل، بس على قد ما نقدر هنحافظ عليها. تمام. ادي بلوزه لمودة طبعا مقاس كبير، وادي البلوزه الثانيه لرحمه. انا جايباهم لون بعض، ممكن يلبسوهم هما الاثنين على بناطيل جينز. تمام. طبعا كل بلوزه من دي بردك لو بتطلعيها من بره هتطلع ب100 او ب120 130 في الاسعار ديت. هي قمشتها جميله جدا وقطن وكرانيش ورا وقدام، كرانيش جميله جدا والسعر في متناول الجميع. برضو بلوزه من ديت ب 85 جنيه وجميله جدا. يعني انا لحد دلوقتي ما معيش اي سعر غالي غير البلوزه اللي هي السوداء في البينك اللي فيها ورد بينك دي، فهي الوحيده اللي ب 130 لحد الان. الثلاث حتت التانيين ب 85 جنيه. تمام. طبعا قبل مودة قاعده على نار عايزه طقمها يطلع. بردك انا جايبه طقم مودة بكم، بس اول ما دخلت المحل طبعا دي جاي بردك من محل وكان عاجبني فستان الجاكيت، بس جت لرحمه، بس جت اجيبه لقيت الصدر ما بتمطش ولا في اي مطه طبعا، فما ينفعش ان انا اجيب حاجه ما فيش فيها مطه وتبقى زنقه حبكه قوي على البيت وهنبقى في الصيف وكده. اما يكونوا بكم وخفاف احسن ما يجوا بحاجات زنقه عليهم في الحر. يعني احنا لحد الان مش عارفين هو يوم العيد هيبقى حر ولا شتاء، بس ان شاء الله هيبقى كويس. جبت المودة الطقم دوت. انا اول ما دخلت المحل لقيت شكلها في الطقم ده، يعني هو الطقم جميل جدا. لحظة واحدة نفسي للكاميرا ازرره لكم عشان يطلع الشكل مظبوط وارجع لكم تاني. هنا وانت قاعدة التلاتة خلاص زررت القميص او الجاكيت يعني على القميص عشان يوضح لكم في الصورة. اهو كده بالشكل ده كده. طبعا دوت ممكن يكون اغلى حاجة معايا النهاردة في اللطقم ديت او في الملابس ديت. اهو من ورا طبعا هو الكم، ممكن تكني الكم دوت برضو كده، لان هو البلوزه من تحت كم واسع بكماش زي ما انت شايفه، وممكن تكني الكم تبين الكماش فيها عادي بالشكل ده. البلوزر على البلوزه شكلهم جميل جدا، بالذات الكشكشه والحاجات اللي جايه على الصدر ديت تحفه بالزراير. انا لقيت شكلها فيه، يعني لقيت الطقم بسم الله ما شاء الله. اصلا انا جت اقيسه لها لقيته هينطق من كتر جماله. ودي السلسله وديت الجيبه بتاعتي. طبعا الطقم دوت اغلى حاجه في الهدوم معايا. كنت عايزه اجيب لها برضو حاجه تانية غير كده، بس لقيتها بصراحه في الطقم دوت قدامي. الطقم دوت على بعضه عامل 450 جنيه. انا مش عارفه، يعني انا جيت احاول ان انا اتصل فيه او الكلام ده مع الراجل، قال لي ان هو كان في العيد الكبير العيد الصغير ب 600 جنيه. فلما نزل في السعر دوت طبعا كويس. 450 في طقم 3 قطع وبالشكل دوت طبعا مش حاجه. يعني ربنا يا رب يرضي كل محتاج يا رب. وطبعا انا مش شاريه حاجه من اللي هي الغاليه قوي الهايبه. انا جيت اسال في طقم عاجبني، اقسم لكم بالله ان انا اتحسرت لما جيت اجيب طقمان للعيال لقيت بيقول لي الطقم ب 1350 وعامل خصم عليه ب 1050 جنيه.
يعني قلت ان عشان اشتري جوز طقم من العيال بيبقوا ب 2000 جنيه بعد الخصم الكبير ده كمان. طبعا ده نصب يا جماعه، اللي يقول لك الطقم ب 1350 وعندنا خصم عليه بقد كده يبقى 1050. طبعا لا طبعا، يعني الطقم مش هيتلبس لوحده ولا هيمشي لوحده. فانا شايفه ان الاسعار والهدوم دي جميله جدا وحلوه، ويا رب ذوقي يكون عاجبكم في الفيديو. وتعالوا نخش على الطقم اللي بعده. طبعا هما ديت ممكن ما تتكسرش، انما ديت عندها كسور شويه. برضك ماشيه في الشارع، كان في انواع شنط كتير واشكال كتير. انا اصلا ما بحبش مسك الشنط، يعني انا بالذات لما يكون جوزي ماشي معايا انا ما بمسكش غير التليفون بس. فانا جبت ديت ربما اكون رايحه للدكتور، رايحه مشوار، يعني لو رايحه اشتري ملابس انا بشتري الملابس والهدوم لهم من غير ما هم يكونوا معايا، يعني زي ما بتقول كده واخدينها بالاحساس المفضل. فقلت مثلا واخده بنطلون او حاجه، يعني حيرانه شويه في لبس البناطيل والكلام ده، اقوم واخدهم في شنطه صغيره معايا كده، مع ان عندي شنط كتير بس طبعا بقالي 10 سنين متجوزه ومامتها فاتت. فانا ماشيه لقيت اسعار الشنط جميله جدا. ممكن حد يقول لي ان الذوق ديت وحش، بس انا جايباها يعني من حاجه كان نفسي اشتريها وخلاص. ديت برضو اسعارها حلوه طبعا لو بتجيبها من اي محل هنا. هي ب3 سوستة اهي اهي، سوساتها كبيره والفرش من جوه كبير. طبعا دي الحاجات اللي بتيجي منفوشه بيها، الراجل شال نصها وساب النص التاني، وهي بايدين صغيرين، ايدين صغيرين كده، ولها كتف كبير ممكن تشيلها بوه. طبعا 120 جنيه ما هياش حاجه برضو في الاسعار ديت وكويسه. يعني لو بتجيبها من هنا هتبقى بردك في 180، وفي ساعات بتطلع ل 250، وفي شنط بقى اللي هي 500 والكلام ده كله. طبعا انتوا مش لاقيين عن الكلام. تعالوا بقى نخش على اللي بعده. البناطيل الشبابي برضك من محلات، بس محلاتهم بقى قدامها فرش كده. طبعا اسعارها جميله جدا. دي شكل البنطلون، دي شكل البنطلون كده. طبعا ب 120 تجيب اللبس كويس ويعيش معاكي فتره. قمشته جميله جدا اهو. دي بنطلون شبابي ممكن يتلبس على اي تيشيرت ويتخرج بيه كمان على كوتش او حاجه، يبقى كاجوال. قمشته جميله، ليه اسوره من تحت والاستك بتاعه حلو من فوق جدا، والحبل دوت برضك ممكن يتربط، ممكن يتساب كده. طبعا الزرار مش فيه شغل كتير، بس هو الزرار بيديله شكل ومنظر اكتر. بجاب من ورا وله زرار برضه، وبجابين من قدام اهمت، وهم اصلا يعني ايه عباره عن كباسين كده مش زراير. تمام. دوت سعره 120. لو بتجيبيه من هنا مفيش واحده هتديهولك او واحد صاحب محل هيديهولك اقل من 150 160. تمام كده. قمشته جميله جدا كده. خلاص. الجلاليات دي بتاعت قلت الجلاليب ديت بتاعت ابويا. طبعا هو ابو البنات شباب بس بيميل للبس الجلابيات، يعني هو عايز يقضي العيد دوت في جلابيه وكده. تمام. اسعار الجلابيات انا ما اعرفهاش، اول مره اشتري جلابيات بصراحه. تمام. هو عجبه اللون دوت واللون دوت. تمام. هنفتح واحده معاكم برضه، لان احنا كنا فاتحين واحده اصلا بنقيسها اول ما جم، واللون ده. تمام. حاجة بقى قمشتهم برضه جميله جدا. اقعدي يا رحمه. بداية برضه بتاعت قمشتهم جميله جميله جدا. طبعا معلش بقى في الكركبه والكلام ده كله دلوقتي هيتستف على طول اول ما نخلص الفيديو هنستف. وبالمناسبه هم اللي مستفين السراير بتاعتهم اول ما قاموا من النوم. تمام كده.
دي الجلابيات، جلابيات شبابي اهو. طبعا انا اول مره اشتري جلابيات وبالذات رجالي يعني كده. وديت ثوب الدفتر اهوت السلطان اهي. سعر الجلابيه منهم 330 جنيه، يعني الجلابيتين عاملين معايا 660 جنيه. تمام. جبنا عليهم البناطيل اللي هي السراويل اللي تتلبس تحتهم. طبعا دول انا بتهيألي ان اكتر حاجه اتغلبت فيها، جبتها من جوه من محل مع الجلابيات ب 65 جنيه. طلعنا على الطريق على الفرش، على الفرش لقينا البنطلون ب 55 جنيه. طبعا كل واحد ليه رزقه ويا رب يبارك له فيه. بس انا بقول لكم الصراحه اللي انا بقول عليها ان انا اول حاجه اتغلبت فيها في الهدوم هي السراويل الرجالي دي جوه ب 65 زي ما انا شارياها كده ب 65. بره على الفرش لما خدنا الحاجه وجينا ماشيين رايحين نركب فسالت عليها لقيتها ب 55 جنيه. طبعا احلى ميزه فيها ان هي حجرها واسع، الشخص يقعد يرتاح ياخد راحته في القعده. تاني ميزه فيها ان هي بسوسته، الجيب بسوسته، يعني يحط فيها اي حاجه تليفون فلوس يبقى مأمن ان هو قاعد وحاجته في جيبه ومقفول عليه. تمام. جبنا اللون ديت للعسلي وجبنا او البيج، وجبنا اللون دوت نفس البنطلون اللي هو السروال للجلابيه الثانيه. يا رب يلبسوهم بالهنا. وجبنا طقمين داخليين، اسعار اللبس الداخليه في المنصوره جميله جدا، الطقم ب 100 جنيه. هنا برضو في بلدنا ممكن 120 150، في اطقم بتعلى ل 180 على حسب الخامه. بس انا شايفه برضو ان الاطقم اللي احنا جايبينها خامتها جميله جدا، والطقم ب 100 جنيه وقطن صافي، فهو حلو برضو. تمام. شايفه ان هو الطقم حلو برضك وقطن وب 100 جنيه اهو. هنا اللطقم باللف بلدي بتوصل ل 180 و200. تمام كده. وكده كان دوت الروتين او اللبس اللي احنا اشتريناه للعيد. طبعا لسه ما جبتش لنفس العيدان ولا اي حاجه، وطبعا احنا هنصور في العيد مش زي كل دول، وكل واحده مبسوطه بالطقم بتاعها. ويا رب يكون الفيديو كان خفيف على قلوبكم والاسعار تكون عاجباكم، وهم من كتر فرحتهم قالوا لازم يطلعوا معايا في الفيديو ده. ويا رب اشوفكم على خير، وان شاء الله نبدا روتينات وحاجات العيد وكل الفيديوهات تعجبكم. ويا رب كده يرضي كل مشتاق وكل محتاج، ويا رب ينجح طلاب الثانويه العامه ويشفي كل مريض. وادعوا لامي ولابويا والجوز بالشفاء يا رب، ويتم شفاهم على خير لان هم تعبانين والله. وولادي طبعا نفسهم يقلدوا لكم علي الحوارات او حمدي ووفاء، يعني هم بيحبوا يتفرجوا عليهم فعشان كده عايزين يعملوا زيهم. يا رب اشوفكم على خير ويكون الروتين عجبكم، او الملابس ديت اسعارها عجبتكم وما كنتش اتغلبت فيه. واشوفكم في فيديو جديد.